ليه بكرة يوم مهم؟ عشان بكرة ممكن يحصل تحرير لسعر صرف العملة. يعني ايه؟ بكرة اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي، ومن المتوقع يكون في قرارات تخص سعر الجنيه المصري وسعر الفايدة كمان. سعر الجنيه الرسمي حاليا مقابل الدولار أقل من 31 جنيه، على الرغم انه سجل في سوق موازية أكتر من 70 جنيه. وعلى الرغم ان الرئيس كان اعلن ان هو مش هيحرر سعر العمله خوفا على المصريين، لان هم طبعا هيعانوا لما سعر الدولار يزيد رسميا والاسعار تغلى، مع انه شرط من شروط قرض صندوق النقد الدولي. بس دلوقتي قد نضطر ان احنا نحرر سعر العمله، خصوصا بعد الزياره الاخيره لوفد صندوق النقد الدولي والكلام عن اتفاق على قرض جديد ممكن توصل قيمته اكتر من 7 مليار دولار، وممكن 12 مليار بسبب الضغوط اللي بتحصل علينا حاليا بسبب التوترات في المنطقة وتراجع إيرادات قناة السويس. الكلام ده ممكن يخلي فيه تحرك عاجل لخفض قيمة الجنيه رسميا في البنوك. عشان كده في ترقب لاجتماع بنك مركزي بكرة.